إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ثم أما بعد، أيها المسلمون، إن من السهولة بمكان أن يتحدث الإنسان عن بشر عادي، ولكن من الصعوبة بمكان أن يتحدث الإنسان عن نبي، وأصعب من ذلك وأشق أن يتحدث عن نبي مرسل أرسله الله جل وعلا، وأصعب من ذلك أن يتحدث عن خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يعرف قدر رسول الله إلا من أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعرف قدره ولا كنهه إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو النعمة الكبرى، هو النعمة العظمى، هو النعمة المسداة والرحمة المهداة. أثنى عليه ربه جل وعلا في القرآن وزكاه، أثنى عليه في كل شيء وزكاه في كل شيء. قال تعالى في سورة النحل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال علماء المفسرين أن المقصود بنعمة الله في هذه الآية هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو نعمة الله إلى خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما من نبي تكلم الله عنه في القرآن إلا وخاطبه الله باسمه مجردا، إلا النبي صلى الله عليه وسلم حينما خاطبه ربه جل وعلا ما خاطبه بلفظة محمد مجردة، فقال تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا نوح اهبط بسلام، يا عيسى، إلى آخر جميع الأنبياء مخاطبة في القرآن الكريم. وحينما خاطب الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خاطبه بلفظة الرسالة، فقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك،
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها المزمل يا أيها المدثر. وما أقسم الله جل وعلا بحياة أحد من خلقه إلا بحياة رسول الله، وذلكم لشرفه وقدره وفضله وجلاله ومنزلته عند الله جل وعلا. قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال عبد الله بن عباس: والله ما خلق الله وما برأ وما ذرأ نفسا أكرم عليه من رسول الله محمد، وما أقسم الله بحياة أحد من خلقه إلا بحياة رسول الله. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فله قدره ومنزلته، لا يستطيع أحد من البشر أن يوفيه حقها، ولا يعرف قدرها إلا من أرسله وهو الله جل وعلا. هذا النبي العظيم له حقوق على أمته، له حقوق على البشرية قاطبة، له حقوق على كل نفس منفوسة خلقها الله جل وعلا. من هذه الحقوق: أولا الإيمان برسالته والإقرار بنبوته والاحتكام بشريعته، أن يقر جميع البشر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يشهدوا له بذلك، فلقد شهد الله له بذلك وأرسله على فترة من الرسل، وجعله خاتما وخاتما لجميع الأنبياء والمرسلين. فمن آمن بجميع الأنبياء والمرسلين ولم يؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يموت يوم يموت ولم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالإيمان بجميع الأنبياء واجب، وعلى رأس القائمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله. وقال تعالى في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وقال تعالى في سورة الحديد: وآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. كل هذه النداءات منها ما يشمل الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، ومنها ما يأمر بالإيمان بحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. أن نؤمن أنه نبي مرسل، وأن نقر بنبوته، وأن نحكم سنته في كل شيء، في صغير أمورنا وكبيرها، أن نحكم هديه صلى الله عليه وسلم في شؤون حياتنا كلها. قال تعالى في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقسم الله جل وعلا بنفسه المقدسة الكريمة على أنه لا يتحقق الإيمان إلا إذا حكمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا حكم شرع الله جل وعلا، أيا كان الخلاف والنزاع، خلاف بينك وبين زوجتك، خلاف بينك وبين جارك، خلاف بينك وبين رئيسك في العمل، خلاف بينك وبين زميلك،
أيا كان نوع الخلاف، فينبغي أن يكون المرجع إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في سورة النساء أيضا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال تعالى في سورة الشورى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أيا كان نوع الخلاف فلقد تكلم فيه القرآن الكريم، ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وتوفاه ربه، قبل أن يموت قد أتم الله له النعمة وأكمل له الدين، وأعلنها النبي صلى الله عليه وسلم مدوية في المؤتمر العالمي في حجة الوداع، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سلمان الفارسي: لقد علمكم محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، أي تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أمور الأمة فيه مصلحتها أو يدفع عنها مضرة، لقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته. وقال أبو ذر رضي الله عنه: ما تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وقد أعلمنا منه ذكرا، أي تكلم رسول الله في كل شيء. فأيا كان نوع النزاع ونوع الخلاف فينبغي أن يكون مرده إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. من حقوق النبي على الأمة طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، أن تأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ملبسك، في مأكلك، في مشربك، في عملك، في تجارتك، في أخلاقك، في سلوكك، في معاملاتك، في بيتك، مع زوجتك، مع جيرانك، مع أقرانك، في كل شؤون حياتك، أن تجعل قدوتك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تطيعه في كل صغيرة وكبيرة. ولقد قرن الله جل وعلا طاعته بطاعة نبيه في القرآن الكريم في 33 موضعا. قال الإمام أحمد: قرن الله طاعته بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في المصحف الكريم في 33 موضعا. قال تعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالحياة الحقيقية، الحياة الكريمة، الحياة الطيبة في الاستجابة لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. جميع المخلوقات تشترك في الحياة البدنية، جميع المخلوقات تشترك في الحياة البدنية، أما الحياة القلبية، الحياة الروحية لا تتحقق إلا في عبد استجاب لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أيا كان هذا العبد، رجل، امرأة، شاب، كهن، صغير، كبير، لأن بعض الناس يظن أن الخطاب يشمل الرجال دون غيرهم، ولكن النساء والرجال في شريعة الإسلام
الخطاب يشملهم جميعا إلا ما كان خاصا بالنساء. فالحياة الكريمة والحياة الطيبة لا تتحقق إلا في الاستجابة لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق لك الفلاح، في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق الهداية، في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق الفوز في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فالذين آمنوا بالله ورسوله ونصروه وعزروه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى في شأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أن ملائكة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقال: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إن العين نائمة، إنه نائم. فقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقال بعضهم: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقال بعضهم: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إن العين نائمة، إنه نائم. فقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقال بعضهم: إن الداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم والدار هي الجنة، فمن أجاب محمدا دخل الجنة وأكل من المأدبة، ومن لم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم من هذا العطاء. فقال: فمن أطاع محمدا دخل الجنة ومن عصى محمدا فقد أبى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فحري بنا أن نحقق هذا الأمر في نفوسنا، وأن نحقق هذا الأمر في حياتنا، أن نحقق حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا. فالخير كل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر من الأمور وفي كل صغيرة وكبيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حب نبيه واتباع سنته، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا